السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلامي يفيدك. حلقتنا اليوم حلقة قريبة بزاف ومن بزاف ديال الأزواج، ولكن قليل اللي كيهدر عليها بصراحة. اليوم غادي نهضروا على واحد المرحلة اللي كتكون حساسة بزاف، مرحلة ما بعد الولادة. علاش الراجل من بعد ما كتولد مراته كيولي عصبي، وعلاش المرأة كتحس باللي راجلها مبقاش كيبغيها؟ علاش الراجل كيحس بالغيرة من البيبي؟ علاش المرأة كتولي بعيدة مرهقة وما كتعطيش نفس الاهتمام لراجلها؟ وعلاش حتى هي كتحس ان الزوج تبدل ومبقاش حنين بحال قبل؟ هادشي كامل غادي نهضروا عليه اليوم، بلا احكام، بلا مثالية، غير الواقع كما كيتعاش في ديور بزاف ديال الناس. قبل الولادة كيكون الزوجين مركزين على بعضياتهم، الاهتمام، الضحك، الخروج، الرسائل، السهر، الحب. كل واحد فيهم كيحس براسو رقم واحد في حياة الآخر. وفجأة كيجي البيبي، ومن هنا كيبدا التغيير، ماشي حيت الحب سالة، ولكن حيت المسؤوليات تبدلات والطاقة تبدلات وحتى النفسية تبدلات. المرأة من بعد الولادة كتدخل في مرحلة صعيبة بزاف، جسدها تبدل، النوم تقطع، الهرمونات تقلبات، التعب النفسي والجسدي كيبدا ياكل فيها. كتولي كتفيق عشرات المرات في الليل، كتفكر غير واش البيبي شبع، واش فيه السخانة، واش كيتنفس مزيان، واش انا مزيانة. ووسط هاد الفوضى الزوج مرات كيحس براسو خرج من الصورة. كيولي كيقول بينه وبين راسو: قبل كانت كتهتم بيا، قبل كانت كتبان فرحانة ملي كنرجع للدار، دابا غير البيبي ايوا وانا. وهنا كيوقع واحد الصراع صامت. الراجل مرات ما كيكونش غيور من الطفل حرفيا، ولكن غيور من الاهتمام اللي ولا كامل ماشي ليه. والمشكل ان بزاف ديال الرجال ما كيعرفوش يعبروا على هذا الاحساس بطريقة صحيحة. بدل ما يقول توحشتك كيولي عصبي، بدل ما يقول حسيت براسي بعيد عليك كيولي ينتقد، وبدل ما يقول بغيت غير نحس انني باقي مهم عندك كيولي بارد ولا سريع الغضب. حيت بعض الرجال ترباو ان التعبير عن الاحتياج ضعف، فيخرج الاحساس على شكل عصبية. وفي نفس الوقت المرأة كتبقى مصدومة، كتقول انا تعبانة، انا ما نعستش، جسمي كيوجعني وحياتي كاملة تبدلات، وهو زايد عليا بالعصبية. وحتى هي كتبدا تبعد، ماشي حيت ما بقاتش كتحبو، ولكن حيت ما بقاش عندها الطاقة. كاين نساء من بعد الولادة كيعيشوا حتى اكتئاب ما بعد الولادة، ولكن ما كيعرفوش، كيبقاو يبكيو بوحدهم، يحسوا بالاختناق ويحسوا انهم فقدوا نفسهم. وفي هذه المرحلة إلا ما كانش تفاهم كيولي كل واحد فيهم حاس بالوحدة، رغم أنهم عايشين في نفس الدار. الزوج كيحس بالإهمال والزوجة كتحس بعدم التقدير، وكل واحد فيهم كيتسنى الآخر يفهمه بلا ما يهدر. لكن الحقيقة مرحلة ما بعد الولادة كتحتاج رحمة أكثر من الحب. الحب بوحده ما كافيش، خاص الصبر، خاص التفهم، خاص الإنسان يعرف أن شريكه راه متبدلش ضده، راه غير غارق. المرأة خاصها تفهم أن الرجل حتى هو ممكن يتأثر نفسيا من التغيير، يمكن يحس بالخوف من المسؤولية، يمكن يحس أنه ولا مهمش، ويمكن حتى هو يكون محتاج للاهتمام ولكن ساكت. والراجل خاصو يفهم أن المرأة من بعد الولادة ماشي آلة، راه كتكون منهكة بطريقة صعيب حتى تشرحها. مرات المرأة كتكون غير باغية شي واحد يقول لها نعسي وانا نهز البيبي، ولا راك كديري مجهود كبير، وكلمة واحدة تقدر ترد فيها الروح. المشكل الكبير هو ان بزاف ديال الازواج كيدخلوا في حرب شكون متضرر اكثر. كل واحد كيقول انا اللي عيان، انا اللي تعبان، انا اللي مضغوط، انا اللي مفهومش. وفين كيمشي الحب؟ كيضيع وسط الحسابات. الحياة من بعد الطفل ما خاصهاش تكون منافسة،
خاص يكون فيها التعاون، لأن الطفل ما محتاج غير أم وأب، محتاج يشوف زوجين متفاهمين. ماشي كامل الوقت طبعا، أي علاقة فيها مشاكل، ولكن الخطر هو ملي الزوجين يبداو يشوفوا بعضياتهم كخصوم بدل شركاء. ومن الحوايج المهمة بزاف هو أن الزوجة ما تنساش أنها زوجة كذلك، ماشي غير أم، والزوج ما ينساش أن مراته راه محتاجة الحنان ماشي غير الانتقاد. حتى دقيقة صغيرة ديال الاهتمام تقدر تبدل الجو كامل. حضن، كلمة زوينة، شكر، سؤال بسيط، واش نعاونك في شي حاجة؟ هاد التفاصيل هي اللي كتحافظ على العلاقة حية. وحتى الراجل محتاج يسمع شكرا حيت كتخدم وكتتعب علينا، عارفة عليك مضغوط، حيت حتى هو مرات كيكون خايف مضغوط ماديا وحاس أن المسؤولية كبرت عليه. ولكن المجتمع علم الرجال يخبيو الضغط فيبان غير في العصبية. وفي الأخير الطفل ما خصوش يبعد الزوجين على بعضياتهم، بالعكس خاص يقربهم، حيت البيبي ثمرة حب ماشي سبب نهاية الحب. كل مرحلة فيها تغييرات، والأزواج اللي كيصبروا على هذه المرحلة وكيحاولوا يفهموا بعضياتهم غالبا كترجع العلاقة بينهم أقوى من قبل. أما اللي كيبقاو غير يلوموا بعضياتهم كيوليو غرباء تحت سقف واحد. وفي الأخير إلا كنتي امرأة وشفتي راجلك تبدل عليك من بعد الولادة، حاولي تسمعي حتى الإحساس اللي مخبيه. وإلا كنت راجل حاول تشوف التعب اللي مخبيه مراتك ورا السكوت ديالها. راه مرات الإنسان ما كيكونش محتاج حلول، كيكون محتاج غير الإحساس أنه ماشي بوحده. شكرا لكم على الاستماع، وما تنساوش أي علاقة تقدر تمر من فترات صعيبة، ولكن الحوار والرحمة يقدروا يرجعوا الدفء لأي بيت. وصلنا لنهاية حلقة بودكاست كلام يفيدك، ونتمنى فعلا يكون كلام يفيدكم. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله.